السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في فيديو جديد من مطبخ ام ضنا. هنعمل مع بعض ان شاء الله النهاردة صينية بطاطس باللحمة في الفرن، بطريقة جديدة جدا، بدون ما نسلق اللحمة، بدون ما نشوحها، بدون طبخها في شوربة وكلام من ده. طريقة جديدة جدا. ما تنسوش تضغطوا لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ونسمي الله ونصلي على الرسول، ونشوف الطريقة بتاعتنا ازاي. دلوقتي في طاسة على النار فيها 3 4 معالق زيت كده. طبعا الزيت يكون سخن جدا على درجة حرارة عالية. هننزل باللحمة على طول، تاخد صدمة على طول في الزيت بالشكل ده كده. طبعا اللحمة بتعمليها على حسب عدد أفراد الأسرة، الكمية اللي انت حباها. بس الطريقة تحفة جدا وهتعجبكوا قوي، وريحتها خطيرة وطريقتها حلوة وطعمها مميز كده وسهلة جدا. نبدأ بقى دلوقتي. خدت صدمة على الوش ده، نقلبها على الوش التاني برضو، تاخد صدمة على طول والنار عالية. ما تنسوش تحطوا لايك. ودلوقتي نبدأ بقى الايه، ننزل بالبهارات بتاعتنا. رشة فلفل اسود، رشة كمون. طبعا احنا هننزل بالبهارات بتاعتنا كلها عشان احنا هنعمل يعني هننزل الصلصة دلوقتي وبطاطس وكده. احنا مش هنطبخها، احنا مش هنشوحها ولا هنسلقها ولا كلام من ده. ودي نص معلقة بابريكا. ودي 7 بهارات. ودي كزبرة ناشفة. ودلوقتي نقلب المكونات بتاعتنا كده مع التوابل، بس طبعا عشان ما تتحرقش تقليبها على طول. ودلوقتي هننزل عليها ببصلة مقطعة شرايح بالشكل ده كده. طبعا البصل بتاعنا ده هيدوب وهيتكرمل وهتبقى تحفة جدا. الطريقة دي تحفة، لو جربتوها هتعتمدوها وهتعشقوها، لأن جميلة وطعمها خطير جدا. اعذروني عفوا، صوتي بس تعبان شوية. الحمد لله، ادعولي كده دعوة حلوة من قلبكم. ودلوقتي انزل حباية فلفل اخضر كده متقطعة شرايح بالشكل ده. هي تقطيعة، هي عامة مش هتبان معانا. ودلوقتي انزل بقى عليها بكوبايتين مياه مغليين، مقدار كوبايتين او اقل كمان، لان طبعا احنا مش هنطبخها. ده عقبال بس ايه، تاخد بس قلبة كده فيها على ما اجهز الصلصة بتاعتنا ونجهز البطاطس ونرجع نشوف هنكملها ازاي.
ودي رشة صلصة. طبعا الصلصة دي المفروض كنا حطيناها قبل المية، بس انا نسيتها، معلش اعذروني. والصلصة برضو اختياري، لان احنا كده كده معانا طماطم معصورة. ودلوقتي بعد ما خدت قلبتين كده هننزل عليها ب4 فصوص توم مهروسين، ونقلبهم معاها كده، وتشم الريحة بقى وما تقوليش. ودلوقتي بقى ننزل عليها بالطماطم بتاعتنا اللي احنا عصرناها بالشكل ده، ونقلبها في بعضها كده. طبعا هنسيبها تقلب قلبة بسيطة، وعقبال ما نجهز البطاطس ونرجع ننقلها في صينية بتاعتنا بقى اللي هتدخل الفرن على طول بالشكل ده كده. هنسوي اللحمة بتاعتنا كده في الصينية، وننزل عليها بالبطاطس بتاعتنا، بطاطس متقطعة شرايح بالشكل ده حلقان. دلوقتي بقى ننزل البطاطس بتاعتنا كده في الصلصة بتاعتنا بالشكل ده كده، ونغطسها عشان طبعا تستوي معانا، واللحمة بتكون تحت. ودلوقتي بقى هننزل بالملح بتاعنا وباقي البهارات. طبعا احنا لسه ما حطينا لهاش اي ملح خالص، عشان الملح بيأخر في سوى اللحمة عفوا. فدلوقتي بقى هنتبلها بالملح وباقي البهارات. دلوقتي هنزل عليها برشة حبهان مطحون، رشة بسيطة جدا عشان ما يمررش. ومعانا نص معلقة كمون. ونص معلقة شطة. ودلوقتي بقى معانا ايه الملح بتاعنا، والملح طبعا حسب ما على حسب ما تظبطي ملحها بقى على حسب ما بتحبي. طبعا هندوقها ودلوقتي هنشوف لو محتاجة هنحط لها ملح. ودلوقتي بقى نغطي الصينية بتاعتنا دي كده، طبعا البوتاجاز مطفي والفرن متشغل على درجة حرارة عالية. ندخلها بقى كده نغطيها بالفويل، وندخلها في الفرن على الشبكة في النص لحد ما تستوي معانا. وبعد ما تستوي معانا هنشيل الفويل بقى ونديلها تحت الشواية كده 5 دقايق تاخد لون. وما تنسوش تحطوا لايك فضلا وليس امرا، لان اللايك بيدعم الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. وده شكلها بعد ما استوت معانا وادانا لها لون بالشكل ده، ما شاء الله شكلها تحفة جدا، شكلها يشهي. وطبعا رشة شبت وكزبرة فريش كده على الوش عشان يكسر اللون. ونبدأ نختبرها بقى مع بعض ونشوفها. طبعا اللحمة مستوية ومتحمرة معانا وناشفة جدا وعجبت الأولاد، والطريقة دي هتعتمدوها. والبطاطس طبعا طالعة الخرطة بخرطتها ومستوية معانا ومش مهروسة، وتنفع في العزومات، وطريقة سهلة جدا وتحفة وهتعجبكم. جربوها واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. واضغطوا لايك. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة من القلب. واللي ما اشتركش في القناة يشترك.
واشوفكم في فيديو جديد، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.